نورة أيلي الداعية الإسلامية السويسرية والأم والمربية، والتي ولدت عام 1984. أعلنت إسلامها أثناء زيارتها لعمان في عمر 18، وارتدت النقاب وهي بنت 20. عندما سألوها عن النقاب أجابت: هذا بالنسبة لي جزء من الإسلام يتيح لي أن أقرر ماذا أريد للآخرين أن يروا مني. ذهبت إلى القاهرة لتتعلم اللغة العربية، وحصلت على الدكتوراه في علم الأديان من كبرى جامعات سويسرا، وهذا أهلها لتتحول إلى داعية إسلامية أسلم على يديها عشرات النساء. تعد من أشد المدافعات عن الإسلام في سويسرا، ولعبت دورا محوريا في إسقاط قانون منع النقاب فيها. سألوها عن الإسلام فقالت: وجدت حريتي في الإسلام، أصبحت أكثر هدوءا، وصلت إلى ذاتي وأنا سعيدة، وأهدافي في الحياة واضحة لي اليوم. عانت من مرض السرطان وتوفيت عن عمر يناهز 36 عاما. دفعت ثمن اعتزازها بدينها ونقابها حتى بعد وفاتها، حين لمح البعض أن قوة نورا في الدفاع عن الحق جلبت غضب اليمين المتطرف على المسلمات في أوروبا. وهل كان اليمين المتطرف يمازح المسلمين والمسلمات قبل ذلك؟